المهم نركز في الماتش بتاع يوم السبت بتاع 3 العصر، عشان دي أسوأ ساعة بنلعب فيها وأسود ساعة. يوم السبت 3 العصر في بريتوريا. الرجالة سافرت خلاص. اتمنى كده ان من بكرة يتدربوا من الساعة 12 الظهر للساعة 5. تمريناتهم كلها تبقى في عز الشمس، علشان يا شناوي لما الكورة تتشاط عليك تعرف تصد، ما تبقاش واقف عامل كده ومش شايف. لا، كولر بعدم وجود علي معلول في القايمة كباك شمال دي لوحدها كارثة. واخد العش وواخد كوكا، ماشي اوكي، الاتنين بيلعبوا شمال، بس برضه فين معلول؟ خده احتياطي ما تلعبوش، بس يبقى معاك. افرض واحد منهم اتصاب، او افرض الاتنين اتصابوا زي يحيى عطية الله والدبيس، هتعمل ايه؟ المهم نركز في الماتش بتاع يوم السبت بتاع 3 العصر، عشان دي أسوأ ساعة بنلعب فيها وأسود ساعة. الأهلي بيطلب الساعة الكاملة لاستاد القاهرة يوم 25 إبريل في ماتش العودة. ده ليه؟ عشان لو اتلبينا هناك نعرف نعوض هنا. فأتمنى يا عم كولر، يا مستر كولر، يا سنيور كولر، يا باشمهندس كولر، ما تخرفش. التغييرات العجيبة اللي انت بتعملها، عدم وجود قفشة في الملعب، قفشة اللي بيحل حاجات كتير. فانت دلوقتي لازم ان انت تركز في تشكيلتك، في تحركات اللعيبة، في الارتكاز بتاعهم، في كل حاجة. عشان صدقني احنا زي ما بنقف في ظهرك احنا اللي هندوس عليك وعلى الفرقة لما نيجي شايلين من هناك. مش هنستنى بقى نشوف ماتش العودة واصل ومش اصل والكلام ده كله، وهنعوض هنا ومش هنعوض هنا. انا بالنسبة لي انت لو تعادلت هناك 0-0 تمام جدا، تيجي هنا تخطف جون خلاص خلصت. انما هنقعد في الموال بتاع اصل وانا خسرت هناك مش عارف 2 ولا 3 فانا لازم ابقى جايب 4 ولا جايب كام عشان اعوض هنا. انا ما اضمنش الكلام دوت. بحالة الفرقة في الماتشات اللي فاتت انا ما اضمنش اصلا ان انت تعمل حاجة. اتمنى ان الدنيا تبقى مظبوطة علشان اللي جاي سواد على الكل بجد، وهيبقى على كولر اول واحد. بس زي ما شدنا بيه وزي ما كنا بنهتف بيه وزي ما بنقول احنا اول ناس هتدوسك صدقني. بس عامة لايك وفولو وشير وسبسكرايب وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها ديت، واللي يوصل لهنا انتوا اجدع ناس.